اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله اميزنج والجماهير ميركاتو للدوري المصري طبعا او ايجيبشن ميركاتو طبعا. النهارده يا جماعه انا كنت لسه في الحلقه اللي فاتت مع نادي المصري، حلقه مدويه، حلقه كالعاده مختلفه تماما. الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، كل حرف بقوله بيثبت تماما تماما تماما. وتاني اقسم بالله انا ما عودتكوش ان انا بحب ان انا اقسم او احلف او استخدم اي قسم، لان في ناس للاسف يعني يعني بتحاول تقود اي حاجه مميزه لاغراض بقى شخصيه او اغراض او جهل، عدم درايه او معرفه او جهل زي ما قلت. ففي ناس تقول لك ايه، تقول لك ما بصوش لسبع سنين ونص كامله، الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، لتحليل وتقييم مدوي اعجازي خرافي وتوقعات مذهله بمعنى الكلمه بنسبه نجاح خرافيه للدوري المصري طول 7 سنين ودي الثامنه. ولا الدوريات الاوروبيه ولا البطولات الكبرى ولا كاس عالم مرتين ولا كاس افريقيه 3 مرات ولا دوري ابطال ولا دوري ابطال اوروبا اكتر من سنه ولا بطولات اوروبيه بكل انواعها واشكالها ودوريات الخمسه الكبرى ولا تحليل وتقييم لاكثر من حوالي 35 فريق اوروبي وحوالي 35 فريق مصري وبتوقعات خرافيه واعجازيه مذهله. اللي بيعمل توقع واحد بيقلب الدنيا ويقول لك توقعت، ويبقى توقع ايه قبل الحدث في اثناء الحدث انا اسف، او قبل بدايته بيوم ولا حاجه، لا مثلا بطوله مباراه نهائيه ولا غيره. لكن انا بعمل الحدث قبلها بشهور واحيانا قبلها، يعني بتبقى بفتره طويله جدا، وممكن قبلها مباشره، لكن بيبقى قبل الحدث كاملا، مش ادخل جوه المسابقه نفسها مثلا وابدا ان انا اعمل الحدث قبل المباراه النهائيه ولا قبل لو دوره مجمعه يعني. لا انا بعمل لكم الحدث قبلها بفتره طويله جدا. قبل الحدث يا جماعه حتى يعني بيبقى عايز اقول لو بطوله مجمعه زي كده بعمل لكم قبل الحدث توقع وتقييم وتحليل، وبعمل لكم كمان اثناء الحدث نفسه بيبقى تاكيد لكلامي، الحمد لله ما بيختلفش ابدا. يعني اخر كاس العالم وشوفوا الاعجاز اللي حصل ان شاء الله باذن الله، وهيثبت تماما بالادله الكامله الفتره اللي جايه. طيب النهارده بتكلم معاكم عن نادي الاسماعيلي. اتكلمت عن النادي المصري النهارده هتكلم عن النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي زي ما ذكرت كتير جدا 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 ان اكبر آفة واكبر مصيبة واكبر مشكلة في النادي ده هو التخبط الكبير جدا الموجود في ملف ادارة اللعبة. عدم وجود استراتيجية ابدا ابدا، مش هقول لكم استراتيجية خاطئة، لا عدم وجود اصلا استراتيجية لفريق الكورة. سواء طويلة الأمد أو قصيرة الأمد، عدم وجود رؤية من أساسه. تعيينات خاطئة تماما تماما في أماكن خاصة بمجال كرة القدم. مش عارف مدير كورة، لا مش عارف حتى إدارة فنية، طبعا إدارة فنية كمان، وعلى مستوى الإداري وعلى مستوى الإشراف على الكورة وكل الكلام ده. قلت يعني الحمد لله أحمد ربنا وشكر فضله، من أول ما بدأت برنامجي في 2015 أول حد والوحيد اللي اكدت تماما على مشاكل الاسماعيلي وازاي يرجع الاسماعيلي فريق المتعودين عليه، وايه المشاكل بالظبط بالتفصيل، وايه الهفوات الموجوده، والاصلاح يكون ازاي، وخطه طويله الامد عامله ازاي، وخطه قصيره الامد عامله ازاي، او بمعنى اصح استراتيجيه، بفضل اسم استراتيجيه. تمام وهكذا. طبعا لما كان بيتعمل يعني اللي اتعمل من اللي انا قلته 10% كان بيحصل نجاح، وال 90% اللي ما كانش بيتعمل كلامي فيها كان بيحصل فشل ذريع ومدقع. وكل يعني حاجة حصلت في الأمر ده أثبتت كلامي تمام تمام. يعني مش هتكلم كتير، كلمت في الحلقة اللي فاتت إيه اللي الإسماعيلي محتاجه على يعني بشكل قصير الأمد. قلت الابتعاد كامل للأستاذ يحيى الكومي هو ومجلسه تماما على ملف كرة القدم. رقم 2، لازم ما فيهاش جدال، لازم يتم تعيين لجنة. أنا آسف بعتذر، آسف معرفش يعني برضو اللسان أخد يعني على الكلمة الكلمة السيئة دي جدا دي. لا منظومة، وطبعا ده لفظ حصري ليا الحمد لله، منظومه. وقلت اسماء محدده: محمد صلاح ابو جريشه والعجوز احمد العجوز، واسم تالت انا قلت ده ما احتفظ بيه واقول لكم اللجنه دي هتبقى لجنه مميزه. انا اسف مره تانية، منظومه مميزه جدا 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 وهتفرق قوي بصلاحيات محدده اذكرها لكم ان شاء الله لو تم الاستعانه بكلامي ده تحت امرهم. طبعا انا ما عنديش اي مشكله، أنا مع اي فريق يرثي ويزود المتعة وإثارة البطولة الميتة أصلا، ويبدأ كده ينتشلها من غياهيب الظلام زي ما بيقولوا. فالإسماعيلي عودته مهمة جدا، المصري عودته مهمة جدا، الاتحاد عودته مهمة جدا، المحلة نفس الكلام، الفرق الجماهيرية يا جماعة. والفرق اللي هي عندها إمكانيات قلت حلولها إيه، اللي عندها إمكانيات وفرق هيئات أو شركات أو مملوكة قلت دي حلها إيه عشان تتحول لفرق تكون تقدر إنها تدخل مسابقة جماهيرية، مسابقة جماهيرية. تمام طيب، وتبقى على أعلى مستوى طبعا كالعادة. المهم، ف يعني كانت في كل التفاصيل دي رجعوا لحلقه المصري.
وطبعا الحلقات السابقه ليا كانت خرافيه الحمد لله، اتكلمت فيها عن الاسماعيلي وحلول الاسماعيلي وازاي الاسماعيلي يرجع بمعنى الكلمه. وزي ما قلت وبكرر تاني، لما كان بيتعمل الجزء البسيط اللي اتعمل كان صح، حصل نجاح من استراتيجيتي وتحليلاتي وتقييماتي وتوقعاتي وكل حاجه قلتها عن الاسماعيلي. الجزء البسيط قوي اللي كان بيتعمل كان الفريق فعلا بيرجع او بيبقى فيه نجاحات. الجزء الخاطئ اللي بيتعمل 90% تقريبا الفريق كان ممكن يعني يروح في اقول ايه يعني، كان ممكن ينزل درجه تانية طيب طبعا من الجزء البسيط اللي اتعمل ده زي ما قلت تعاقد مثلا مع حمزه الجمل على سبيل المثال مثلا. امور معينه في لاعبين معينين زي مدبولي وزي الشامي اللي هم بقوا دلوقتي هم اللي شايلين الفريق على اكتافهم، ودول انا ناديت بيهم قلتهم بالاسم، مدبولي والشامي. على فكره حسين السيد نفس الكلام السنه اللي فاتت ونجاحاته برضه قلته بالاسم، وامثله كتير للاعبين انا ذكرتها بالتفصيل. الاحتفاظ بفخر الدين بن يوسف فرق قد ايه برضه، كان رؤيتي الحمد لله، ولما احتفظوا بيه موسم اخر فرق قد ايه مع الفريق وهكذا. وواحد سؤال حضرتك خد من ده كتير. المهم تعالى لي الاسماعيلي زي ما قلت. التعاقدات طبعا كالعاده كانت تعاقدات دعائيه، تعاقدات اسماء فقط ملهاش علاقه بالنجاعه وبالامكانيات الفنيه. الفريق السكواد الموسم اللي فات ما كانش على فكره سيء ابدا، كان المشكله في التخبطات الاداريه زي ما قلت ومدير فنيين لا يصلحوا نهائيا لحد طبعا حمزه الجمل. وقلت يجب الاحتفاظ بحمزه الجمل تحت اي ظرف من الظروف، يجب وجود حمزه الجمل تحت اي ظرف من الظروف، لان رحيله هيبقى كارثه بمعنى الكلمه، والايام اثبتت كل حرف قلته. وجي تعيين كارثه اخرى هو او قرار كارثي اخر هو جاريدو. الحمد لله كان ليه سبق خرافي في الامر ده. حتى في الاسماعيليه نفسهم كانوا طالعين مش عايز اقول يعني المدرب العالمي اللي درب الاهلي اللي درب الوداد اللي درب مش عارف مين اللي عمل، وقلت كل الكلام ده كلام فارغ. مدير فني امكانياته محدوده جدا، هفواته كتير قوي، مش هينجح ابدا، مش هيناسب كره الاسماعيلي. كل حرف قلته صدق وهيتم اقالته، قلت ده بالحرف. طيب تعالى بقى حضرتك مثلا القادمين للفريق. شروات، الاسماعيلي اشتغل بنظام الشروات مثلا، يعني اشتغل قوي 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 مع فريق السيمي كليوباترا، شروه كده كبيره بتاع 5 لاعبين ولا حاجه. نبدا مثلا بمجموعه سيراميك كليوباترا. مين يصلح من المجموعه دي يا جماعه؟ محمد كوكو الحارس، انا شايفه حارس لا يناسب الاسماعيلي خالص. على فكره اخوه محمود كوكو اللي انا كنت باثني عليه جدا وقلت حارس مميز وعنده امكانيات مميزه، واتظلم جدا الحارس ده. وللاسف برضه يعني من الحراس يعني من الناس اللي ما خدوش حظوه وجوانب اعلاميه للاسف، لان كله بيبص مين في الاهلي مين في الزمالك، ده الاساس بالنسبه له. لكن محمود كوكو كان حارس حقيقي، انا لفت نظري من زمان من ايام ما كان في نادي الشرطه. لكن محمد اقل منه، محمد امكانياته اقل منه. بشكل عام حارس جيد من فوق متوسط لجيد، لكن محمود كوكو افضل ولا يناسب الاسماعيلي. عشان ابني تاني بكرر، لو هتكلم على استراتيجي لبناء فريق ينافس يبقى منافس، لا ده حارس ما يناسبش الاسماعيلي، ده ممكن يبقى حارس تاني. تمام. عندهم طبعا احمد عادل عبد المنعم، انا شايف احمد عادل عبد المنعم كان لازم يكون الحارس الاساسي من سنتين وبرضه اتظلم جدا وما خدش بالشكل كافي. محمد فوزي حارس جيد حقيقي واكتشافي من زمان، والحارس ده لولا المشاكل والعثرات والهفوات اللي موجوده في الفريق الحارس ده كان صيت وبقى افضل جدا. لكن انا شايف ان الحراسه ما فيهاش مشكله بوجود احمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي. انا شايف الحراسه المفروض تكون المفترض، وعلى فكره انا شايف ان خطا فادح التعاقد مع محمد كوكو، لانه انت كده عندك 3 حراس كبار سنا، ده كتير. انا قلت قبل كده 2 فقط وحارس صغير، ده الصح، دي تركيبه الصحيحه. انت عندك اوريدي احمد عادل وعندك فوزي اللي يتناوبوا مع بعض، وقلت اسلوب التناوب الصحيح عملتها قبل كده في مصطلحاتي الحمد لله، وفي التاكتكس شغل التاكتكس بتاعي اللي قلت فيه بالتفصيل ازاي ان انت تعمل مناوبه صحيحه وتكون يعني مفيده بالنسبه لك وما تقللش من جوده المكان ده. عملت الحكايه دي قبل كده، وان شاء الله هتبقى ليها حلقه خاصه باذن الله في جوانب التاكتكس، وازاي ان برضه اكذوبه كبرى لا المركز ده لا يمس، المركز ده ما ينفعش يحصل فيه تدوير. لا يا حبيبي يحصل ويدي نجاح كبير جدا، وحصل قبل كده في مثل كان ساطع جدا في احد الفرق الكبرى كان ريال مدريد لما اتذكر، واتعمل قبل كده وكان ناجح جدا جدا جدا، وفي نوادي اخرى حصل وكان ناجح. المهم يتعمل باسلوب معين وطريقه معينه، وذكرتها قبل كده. طيب المهم ده كوكو. بالنسبه لي لاحمد محسن باك عادي جدا جدا جدا، برضو قلت زي ما بقول عن كريم العراقي، زي ما بقول عن محمد حمدي بقول عن احمد محسن. 3 تقريبا نفس البوتقه بالشكل بالستايل، 3 عندهم هفوات كتير، 3 مش مميزين ابدا، ال3 عاديين جدا ومبختين، بيلعبوا على طول، موجودين على طول. المدربين اللي بيلعبوه ما تفهمش فيه ايه بالظبط، يعني انا مش عارف بصراحه
الثلاثه بنفس الكيفيه، لكن احمد محسن نسبيا افضل من محمد حمدي نسبيا، لكن من ناحيه دفاعيه، لكن هجوميا عادي جدا. ودلوقتي يا جماعه الباك لازم يبقى ليه جانب هجومي، الباك لازم يشتغل هجومي، ما ينفعش باك يبقى فقط دفاعيا فقط، ما ينفعش. ما ينفعش. الكره الصحيحه اصلا، سيبنا من الكره الحديثه، ما بكلمش الكره الصحيحه ان مفيش حاجه اسمها تمركز، مفيش حاجه اسمها لاعب يبقى هو مركزه ده اللي يطلع لي خطوتين يرجع لي خطوتين، مفيش كده. لازم انه يشتغل على الملعب كله، او يشتغل بمعنى اصح في المكان بتاعه كله، ده المفروض والطبيعي. انا بشتغل على لاين، على خط، يبقى اشتغل على الخط كله، عندي الملكه والامكانيات، لان ممكن اتحط في ظروف اللاين احتاج جدا ان انا العب فيه. تمام، فدي نقطة مهمة جدا، وهو ده الباك بجد اللي عنده امكانيات وملكات وقدرات ويقدر يدخل لجوه كمان ويكمل. فتعاقد عادي جدا، لان كمان هقول لكم دلوقتي الاسماعيلي ترك مين، وهنشوف نعمل برضو مقارنة. تمام. يعني نقول مثلا الحراسة، هو ما تركش حارس. الاول بسرعه جدا اعمل لكم تحليل عن اللاعبين القادمين، وبعد كده اقول لكم المقارنه. تمام. احمد محسن زي ما قلت لاعب عادي جدا. لو هنتكلم بالارقام ودي هنسيبها للاخر، هعمل لكم برضو نقطه الارقام دي مهمه جدا. محمد حسن من سيراميكا كليوباترا، اللي هو كان في الاسماعيلي وما تمسكوش بيه وسابوه، قبل كده كان في دجله على ما اتذكر، وبعد كده راح الزمالك وما اثبتش نفسه زي ما ذكرت، وكان ليه سبق خرافي لما قلت ان لاعب لا يناسب الزمالك، امكانياته محدوده، هفواته كتير. في الاسماعيلي الى حد ما يناسب الاسماعيلي كمركزه كان محتاجه جدا، ما كانش عنده لاعب بالشكل ده، جاب لاعب اسوأ منه اللي هو محمد عادل لو نتذكر، وبرده ما اثبتش نفسه خالص ومشي. كان افضل، وده كان شوف انت ضيعت فلوس قد ايه واموال قد ايه ووقت قد ايه ومردود فني، كان ممكن تحتفظ بيه احمد محسن، محمد حسن انا اسف، افضل لك من بدل نظام التراكيب وتحط وتشيل وتعمل والتوافيق اللي انت بتعملها ما ينفعش. انت كان عندك لاعب ماشي معاك بشكل مش وحش، خلاص يكمل، ايه المشكله؟ لكن بشكل عام مش الديفندر المميز ابدا. احمد محسن ديفندر على فكره، مش لاعب دايره، مش متكامل، يعني ما بيلعبش دايره متقدم ولا دايره هجومي حسب مصطلحاتي الحصريه طبعا، لا بيلعب ديفندر بحت. هفواته كتير، مش مشاكله كتير، لكن في الوقت ده كان يناسب الاسماعيلي كان ما عندوش اللاعب الوتد القوي في وسط الملعب اللي بيجري كتير، هفواته كتير، كان ممكن تحط جنبه لاعب زي الوحش او زي عماد حمدي بيظبط له الدنيا نسبيا. طيب تعالى بعد كده لي الثالث هو صالح جمعه. انتقال برضو اوكي مفيد. صالح جمعه يعني لو بنتكلم الاسماعيلي محتاج الجوده، محتاج اللعيبه المهاريه، محتاج اللعيبه اللي تكون بديله للمهاريين الاساسيين اللي عنده، 3 أو 4 ما فيش غيرهم اللي هم بيقوموا بالشغل كله بالترتيب: مدبولي، الشامي، وبعدهم يجي محمد صادق وعبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي دخل في حوارات وقصص ومواويل، مشاكله طبعا اللي حصلت فيه البطوله اللي كان فيها دي، اللي كان الصين مش عارف ولا فين، اللي هي بتاعت اللي تم رحيله منها، ومن ساعتها المستوى متدني جدا، واصلا لاعب امكانياته بشكل عام محدده مش محدوده، محدده، مش اللاعب الفظيع الخرافي. يعني ايه كلمه محدده يا جماعه؟ وبرده دي مصطلحات الحمد لله. كلمه محدده يعني انا لاعب ليا سقف ما اطلعش عنه، مهما اوصل ما اطلعش عنه، يعني لما اتالق جدا هو سقفي ده. دي نقطه برده مهمه جدا 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 في التقييم، تقييم اللاعب، دي برضه من الاسس على فكره. في لاعب اخر يبقى لا عنده ما فوق السقف ده، يعني انا ما عنديش سقف، انا ممكن جدا تلاقيني سنه كامله لا تالق رائع، ممكن وانزل لكيرف معين، لكن معروف اني انا ممكن جدا افيدك سنه بتالق خرافي مثلا، لكن لا يعني ماليش حد اقصى. لكن بشكل عام ممكن لو لعبت 10 سنين مثلا ادي لك مثلا 5 بمستوى جيد مرتفع، لا 3 مستوى جيد جدا، 2 مستوى خرافي اللي هو يعني فوق الممتاز، ممكن يوصل دايموند مثلا، يعني بدي مثل يعني. تمام. فانا ماليش سقف هنا. لكن عبد الرحمن مجدي لاعب ليه سقف، يعني مهما يتألق أقصى هو جيد مرتفع جيد جدا، دي أقصى حاجة ممكنة، مش ممتاز مش دايموند. تمام، ما يشيلش فريق أبدا. تمام. فادي عبد الرحمن. فانت عندك بعد كده كمان محمد صادق، ده بشكل عام لاعب جيد، يعني اقصى جيد مرتفع، اقصى، وده قلته من زمان قوي، واهو الايام اثبتت، خدوه برده كالعاده، مش من الهفوات الكارثيه في بيراميدز، خدوه وقاعد دكه، فلوس اتدفعت على الفاضي واترمى في دكه البودله، ثلاجه بيراميدز، هو ومحمود دونج، 2 كانوا من المتالقين في الاسماعيلي، لكن هم برده ليهم سقف، او بالتحديد صادق. دونجا لا، يعني للاسف الجانب البدني خانه، لكن لاعب مميز هيجيب كل مقاييسه. على فكره دونجا، انا لو سالوني انا شخصيا، انا ممكن اعمل له استراتيجي ازاي يرجع دونجا بتاع الزمالك، دونجا بتاع المقصه المميز جدا، كواحد من افضل لاعبي الدايره. دونجا مش ديفندر يا جماعه،
دونجا مش ديفندر. وتاني بكرر كلمة ديفندر جاية من ديفند، جاية من دفاع، يعني مدافع. دونجا مش مدافع. تمام. طيب تعالى لي صالح. فصالح اوكي، صالح طبعا قلت ليه شروط في الامر ده: التزام، تعامل صحيح. شوف الناحيتين يا جماعه، التزام يعني عليك جانب يا صالح، وعلي انا كنادي جانب التعامل الصحيح. يعني ايه تعامل صحيح؟ قلت قبل كده اكتر من مره: التوفير او معرفه ازاي التعامل مع شخصيه اللاعب. ما قلتش تدليل، ما قلتش نوع من ان انا بقى اديله، لا، انا بقول ازاي اتعامل معاه. ازاي اتعامل معاه، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. بمعنى اني زي ما قلت انا يعني هديكم مثل بسيط: انا لما بيكون عندي مثلا، انا فاتح محل مجوهرات. المجوهرات دي مع الفرق التشبيه طبعا مجوهرات، لما بحط مثلا الفضه تتحط في مكان، ليها مكان معين مثلا، ما بيكونش ابدا يناسب الذهب. الذهب بيتحط في مكان افضل عشان يبان بشكل افضل. طب هل يناسب الماس؟ لا، الماس تمام. برضه بقول مع فرق التشبيه، ما اقصدش، بس دي مثل ان عقليات اللاعبين وشخصياتهم. انا هاخد ايه من يعني الفضه والذهب والماس؟ حاجات مصمطه، حاجات جماد، مش هتديني، هي مش هتديني حاجه كروح، لكن انا باخد منها ان انا ببيعها بثمن افضل. ممكن لو حطيتها في مكان احسن، او اديت لها نوع من التظبيط بقى والمسح والشكل الحلو ومش عارف ايه، وحطيتها بديكورات معينه، باخد جانب مادي اعلى، ببيع بشكل افضل، بيجيني زبون احسن، وهكذا. يبقى انا هنا بستفاد منه، لكن هو ما بيدينيش، لكن انا اللي بستفاد منه. فاهمين اقصد ايه؟ اللاعب ممكن جدا، يعني في حد يقول لك ايه ما دللش لاعب، ايوه ما دللش لاعب، دي انا جدا مع الامر ده، لكن استفاد منه لان انا دافع فيه فلوس، دافع فيه كتير. هنا على الاقل استفاد منه اني انا اتعامل معاه بشكل شخصي حسب شخصيته بشكل جيد، اجيب له اللي يناسب ده لو انا ما قدرتش اعمل ده كمدرب او اداره فنيه، او مجيب له مثلا خبير فني، خبير نفسي. وما بحبش كلمه معد دي، ايه معد ايه، اسمها خبير نفسي متخصص وليه جانب رياضي كمان، يعرف يتعامل مع اللاعب ده ويطلع افضل ما فيه. تمام. يعني ما كانش يزوده، لا يطلع افضل ما فيه. يزوده دي ممكن تبقى بتاع القطاع او المسؤول عن الجانب الفني. تمام. طيب فصالح مش هقول يعني مش تعاقد خاسر خالص، لان اسماعيلي ما فيهوش يعني الجواهر، لا، اسماعيلي هو كله قايم دلوقتي على اتنين: وعبد الرحمن مجدي اللي هو الشامي، ومدبولي، وعبد الرحمن مجدي. فمش يعني كويس قوي ان يبقى في لاعب مهاري وامكانياته فنيه يبقى بديل ليهم او يلعب، لكن مع تقويم صحيح، تعامل صحيح، وفي نفس الوقت اللاعب يدي كمان، ولازم ان هو يدي، لازم اللاعب يفوق نفسه، ما فيهاش جدال. جميل. انت دي اخر فرصه بالنسبه لك، وبتلعب في فريق يعني ما حدش يحلم بيه. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه: الاهلي والزمالك طبعا، والمصري والاتحاد اوكي تمام، لكن اسماعيلي كبطولات وانجازات يعتبر رقم ثلاثه. تمام. طيب المهم مش تعاقد خاسر ابدا، لكن ممكن جدا يكون مكسب باللي انا قلت عليه، لكن ممكن ما يكونش مكسب وما يكونش خساره لو فضل زي ما هو. تمام. ان هو يديني مباراه اتنين تلاته بتاع ينزل في اوقات معينه اوكي، لكن انا مش عايز كده، انا كاداره فنيه مش عايز كده. انا عايز ان انا اخد منه افضل ما فيه. لكن انا توقعي ايه؟ توقعي لا، هتستمر الهفوات والمشاكل، لكن هيدي افضل نسبيا. يعني ممكن يدي مثلا ايه بنفس ما كان ادى في سيميا كليوباترا، موسم حلو يعني ادى وكان بيركز، وموسم تاني عك. فيعني هتمشي بالطريقه دي. وده طبعا توقعي، لان ما فيش اللي يفهم التعامل مع شخصيه اللاعب والجوانب الذهنيه والشخصيه والكلام ده كله، والجانب النفسي طبعا. محمود الشبراوي تعاقد رائع بكل المقاييس، لكن هنا في نقطتين مهمين جدا. محمود الشبراوي هل هو اللاعب اللي كان في جونه اول موسمين لو نتذكر، وكان واحد من افضل الاجنحه الموجودين في مصر، ولا اللاعب اللي اصاباته اثرت عليه وما تمش معاه التعامل معاه بشكل صحيح برضه فنيا ويمكن نفسيا كمان، فما رجعش لمستواه؟ الوضع ايه؟ لازم نفهم النقطه دي. انا طبعا مش مطلع، لان انا مش في الجانب الطبي ولا موجود في النادي، وما شفتش اللاعب بشكل كبير الفتره اللي فاتت في الجونه، لكن بشكل عام ان رجع لمستواه او حتى 70 80% من مستوى محمود شبراوي مكسب كبير جدا جدا. لكن اللي انا شايفه ما بيلعبش، اللي انا شايفه انه برضه مصاب، اللي انا شايفه انه ما بيتمش استعانه بيه في عهد جاريدو. يعني مش يعني هنشوف، هيبان الفتره اللي جايه، لكن بشكل عام توقعي لا، مش هيرجع محمود شبراوي بتاع الجونه ابدا، لكن ادى 70 80% مكسب كبير للاسماعيلي بكل المقاييس. باسم مرسي نفس الوضع، مش هيرجع ابدا. باسم مرسي زمالك، مش هيرجع ابدا. باسم مرسي اللي كان واحد من افضل المهاجمين في مصر بكل المقاييس، ما كانش الافضل في سنه او سنتين، وكان ليه سبق خرافي في كل مسيره باسم مرسي. شوفوا يا جماعه، لو انا بيتسمع كلامي مثلا في الزمالك او اللاعب، عشان لما اقول لكم ان انا الحمد لله احمد ربنا شكرا متخصص في الحاجتين، ازاي ان انا افيد نادي واقول له ايه مردود اللاعب وايه اللي تعمله مع اللاعب، سواء لاعب موجود او لاعب ممكن هينضم، يعني الحاجتين. يعني ممكن جدا النادي يجي يستشيرني يقول لي
ايه رايك مثلا اللاعب الفلاني، يتم التعامل معاه ازاي؟ اقول لهم تعملوا 1 2 3 4. افتكروا كلامي عن عشرات اللاعبين، مش عايز اقول مئات اللاعبين بنفس الكيفيه. افتكروا كلامي، افتكروا كلامي عن اللاعبين يعني اهدر فيهم اموال خرافيه وموجودين وما تمش التعامل معاهم بشكل صحيح فنيا ونفسيا وحتى خارج الملعب. باسم كل حاجه توقعتها ليه، وهو كان يعتبر نجم المتوج، وهو افضل مهاجم في مصر بكل المقاييس. وقتها توقعت بالملي انتظروا هيحصل اخفاقات 1 2 3 4. بعدها الناس قالت لك ده هيرجع، قلت لهم مش هيرجع. بعدها انتقل لنادي تاني قال لك ده هيعيد، لا مش هيعيد مستواه. بعدها راح لنادي كان قصف غيهيب النسيان، الانتاج الحربي لو نتذكر. قلت لكم انتظروا باسم هيرجع بنسبه 60 70%، وصدق كلامي تماما وانضم لمنتخب مصر اعتقد وقتها. بعدها خدوا سيراميك كليوباترا بمبلغ كبير وهكذا. كل حرف يا جماعه. لكن المره دي بقول لكم لا، باسم مش هيفيد قوي قوي الاسماعيلي، لكن هيدي بعض الافاده لان الاسماعيلي بقى له فتره ما بيجيبش مهاجمين جيدين. فهيكون مهاجم اوكي يعني يمشي الامور بالبلدي كده. لكن لا خلاص باسم مرسي الزمالك انتهى الموضوع، لاني طبعا تاخر شديد جدا في التعامل النفسي معاه. في التزام، لكن حبيبي ما هو التزام ايوه، لكن ما تعملش التعامل الكامل مع لاعب زي ده عنده ملكات وامكانيات وقدرات نفس الكيفيه. فهو برضو زي ما بيقول صالح الجمعه اللي هو بيسد خانه، ما فيش اللي احسن منه تقريبا في الوقت الحالي. فيعني تعاقد يسد خانه. فبحط لكم يا جماعه التعاقدات في مكانها الصحيح عشان ما حدش ينخدع، وما حدش يقول لك ايه والله ده توقعنا تعاقدات خرافيه واسماء. يا حبيبي اسماء حاجه والمردود حاجه، بحط 1000 خط تحت الجمله دي. تمام. طيب وطبعا كان ليا الحمد لله صولات وجولات في ازاي الاختيار الصحيح والتعاقدات بشكل صحيح. تمام. عبد القادر كوليبالي انتقال دائم، لاعب ما جاش ما لعبش خالص. الاسماعيلي بقى له سنين في ملف الاجانب نيله خالص، يعني مش عايز اقول لكم سيء جدا 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 وسلبي جدا. تعاقدات من اسوأ ما يمكن. يعني ممكن من كل 5 6 يطلع واحد عدل شويه او شويه. طبعا اهدار اموال خرافي كالعاده. برضو نفس الامر لو تسمع كلامي اقول لكم ايه يعني ما علينا. حتى لو لاعب انا ما اعرفوش ازاي المعايير الصحيحه للاختيار يا جماعه. طيب فعبد القادر كوليبالي انا طبعا ما شفتوش عشان اقدر احكم عليه، لكن اللي شفته في اعتقد كان دقايق معدوده يعني انه لاعب عادي برضو، ما فيش جديد ما فيش اختلاف. يعني للاسف يعني برضو كالعاده اختيار خاطئ تماما واختيار عشوائي تماما. حمدي نقاز كارثي بمعنى الكلمه، برضو مش هتكلم يعني انا يعني ده في حد ذاته يعكس. حمدي نقاز ده تعاقد معاه يعكس كلمه فشل. لا كلمه فشل دي ما تنفعش، اقول كلمه جريمه بمعنى الكلمه من اداره النادي او المسؤول. اداره النادي كانت بتتعاقد يا جماعه، وطبعا جريده كمان قبول وما اعرفش هل قبل ولا ما قبلش، لان لاعب اكتر ايه في اكتر ايه من انه فشل ذريع في ناديين جنبك، يعني ناديين منهم نادي في نفس مسابقتك الزمالك، والنادي الاخر الرجاء لما راح الترجي انا اسف فشل ايضا فشل ذريع وسابوه بملاليم، وفي حتى في الاحتراف ما عادش حاجه. انت جايبه تهبب بيه ايه؟ انا مش قادر اعرف تعمل بيه ايه، انا مش عارف مش لاقي لفظ والله العظيم يتقال. فاهو لاعب جه 6 مباريات كالعاده برضه خد فلوس مفيش ما بيلعبش. لاعب عادي جدا على قده جدا جدا جدا. جايب له حتى كمان جايب 2 في نفس المركز احمد محسن وحمدي، وعندك لاعبين اخرين في المكان ده. حاجه عجيبه يعني حاجه من الاعاجيب، والاثنين لا يصلحوا. لكن اوكي كالعاده توقع تماما تماما انه جاي يجي يتفسح له شويه ويقعد له شويه وياخد مبلغ ما شاء الله ويمشي بس يعني. نور الزمان الزموري برضو قلب دفاع عادي جدا، لاعب على قده جدا. انت جايبه من صفاقسي التونسي، انا مش فاهم يعني صفاقسي، يعني انا مش عارف والله اقول ايه. يعني انا صفاقسي نفسه كان بيعاني جدا في الجانب الدفاعي الفتره اللي فاتت، لولا حارس المرمى دحمان الرائع كان الفريق ده بقى مش عايز اقول لكم يعني كان الفريق ده حصل له مشاكل قد ايه فنيه. ويعني هو اللي كان مقومه على رجليه هو دحمان وفاس شواط اللي هو التعاقد الافضل. انا شايفه التعاقد الافضل في التعاقدات اللي حصلت دي كلها مع الشبراوي. بس الشبراوي يرجع للمستوى يعني. فيعني مش عارف اقول ايه بصراحه، يعني عك وعشوائيه كبيره جدا. ملف تعاقدات كارثي للاجانب وكارثي للمصريين، لكن كارثي اكتر للاجانب. تعاقد سيء، وانا شايف انه الاسماعيلي بيعاني يا جماعه بقى له فتره، ودي برده من الاستراتيجيه الفنيه. الاسماعيلي من اكبر الاماكن اللي بيعاني منها قلب الدفاع بقى له فتره طويله. ما فيش يعني لحد دلوقتي مش قادرين يشوفوا الكلام ده، مع منطقه قلب الهجوم مع كمان منطقه تحت راس الحربه. 3 اماكن مهمه جدا. يمكن شويه ديفند او منطقه الدايره الى حد ما عمليه مقبوله شويه. طيب
تعاقد سيء ومش هيفيد ابدا. فراس شواط التعاقد الافضل، لكن حارس فراس حالته ايه؟ فراس شواط، هل هو فراس شواط اللي كان بيلعب دايما في الصفاقسي، واحد من افضل المهاجمين الموجودين في تونس ومن افضل المهاجمين الموجودين في الوطن العربي، ولا لا؟ انا اتوقع، ولا يعني اتوقع انه لا، اللاعب مستواه قل بدني، ما بيلعبش بقاله فتره كده، الامور مش ماشيه بشكل امثل، لكن يرجع لمستواه. لا لا لا، واحد من افضل المهاجمين الاجانب بمعنى الكلمه، مهاجم متميز، هجام قوي، لكن واضح جدا انه لا، هيحتاج وقت، بس يعني يتم التعامل معاه بشكل جيد، والصبر عليه، ويتبني على لاعب زي ده، لاعب مش كبير سنا، صغير السن او متوسط، امكانياته فنيه مميزه، فانا شايف لازم يستمر. يا انور او انور شفته في مباراه واحده، فشل ذريع، يعني انا مش عارف اقول لكم ايه. جاي من اشانتي جولد الغاني، لاعب عادي جدا، مستوى عادي جدا، مش عايز اقول لكم كارثي، لا هقول لكم عادي جدا، لا يناسب الاسماعيلي، برضو اهدار اموال خرافي، تعاقدات اجنبيه فاشله، يمكن فراس شواط فقط شويه، لكن كالعاده تعاقدات اجنبيه فاشله تمام. طيب اللاعب محمد خليفه ايسترن كومباني، لاعب جيد على فكره، وانا كنت شفته قبل كده، لو اعتقد هو ده محمد خليفه اللي كان ناشئ في الزمالك، ما اعرفش هو ولا غيره اللي راح المحله بعد كده، لكن لو هو، انا يعني ما اكذبش عليكم مش متاكد، لكن لو هو لا، تعاقد جيد حقيقي، لاعب بيلعب تحت راس الحربه، بيلعب مهاجم كمان مميز، بس ياخد فرصه، لازم ياخد فرصه جيد. كريم عرفات من فيوتشر، لاعب عادي، ما اعرفش ايه برضه باك، ما اعرفش جابوه على اساس ايه، يعني مش عارف، ما لفتش نظري، ما شفتوش الموسم اللي فات، يعني لاعب المميز، تعاقد عادي جدا برضه، سد خان. طيب يعني دي ببساطة، فإجمالا كده كم في المية التعاقدات دي إمكانيات فنية؟ أنا شايف ما لا تزيد عن 55%، 50 55، ما فيش، يعني أنت بتتكلم عن هقول لكم إيه؟ يعني, ما يعني مش عارف والله، يعني بتتكلم عن الشبراوي إلى حد ما، طبعا لو أو إن كان في هو الشبراوي جونة، وده استبعده، يعني فراس شواط اتنين فقط، وبتتكلم اللي يعني ممكن يعني يطلعوا حاجه، بس مارسي و وصالح جمعه. بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في 4 تعاقدات من كام؟ يعني ادي اهو 2 4 6 8 10 11 13، 4 تعاقدات اللي ممكن اتكلم عنهم شويه، اقول ان يعملوا حاجه. يعني محمد خليفه نسبيا مثلا، لكن برضه انا متوقع مش هياخد فرصه كبيره، لكن 4 5 تعاقدات بالكتير جدا. تعالى بقى نشوف الراحلين يا جماعه، تعالوا نشوف الراحلين والكوارث اللي حصلت يعني بمعنى الكلمة. طيب تعالى هو تقريبا نفس العدد. أول حاجة نبدأ بيه نقول مثلا الأسماء أو نقول المراكز. كوكو هنا رحل، مفيش حارس مرمى رحل، تمام. تعالى حضرتك ليه لو بنتكلم في الأطراف مثلا أو قلب الدفاع، مفيش، يعني قلب الدفاع أنت ما ضمتش إلا الزموري. رحل عندك هنا رضوان شريفي، اللي هو برضو كان تعاقد يعني عجيب اللي جابوه من الجزائر، بس انا سالتوني اقول لكم رضوان افضل، رضوان احسن من الزموري، الاثنين نسبه الاسماعيلي على فكره، لكن الى حد ما افضل، ماشي. نقول يا سيدي يتنزل بعض، ما فيش فرق. تعالى ما جبتش يعني لاعب قصاد لاعب، وانت اصلا ما سددتش الثغره الاساسيه، ان انت ما عندكش قلب دفاع مميز، ما عندكش، يعني محمد هاشم مش قلب الدفاع المميز. المصيبه الكبرى بترجع باهي المحمدي في المكان ده، هو اصلا لا يصلح لباك يمين ولا قلب دفاع، لكن قلت نسبيا قلب دفاع احسن شويه وتثبت في المجهود ده. على فكره دي رؤيتي الفنيه، قلتها من اول يوم، قلت ده ما يلعبش باك يمين، حتى في عز ما الدنيا كلها كنت بقول لك باك يمين منتخب مصر، قلت ده مش حقيقي، باك يمين عادي جدا وبالعكس عنده مساوئ كتير، افضل يلعب قلب دفاع. دي كانت رؤيتي انا، الحمد لله، تمام. ده لو موجود يعني. نفس الكلام اللي قلته عن محمد هاني على فكره، اللي اختفى تماما، ايمن اشرف اللي اختفى تماما، الاثنين اللي انا ناديت تماما ابتعادهم الكامل، اللي شوفوا لعبوا سنين قد ايه وابتعدوا تماما مع كولر، اللي هو دي حسنه من حسناته البسيطه. طيب نيجي نيجي مثلا لمنطقة الباكات زي ما قلت، في كريم عرفات وفي حمدي النقاص زي ما قلت وأحمد محسن. جميل، 3 هم 3، يعني مش عارف أقول إيه، يعني أقل ما يقال عليهم إنهم لا يناسبوا نهائيا الإسماعيلي. قصاد يا جماعة عمرو الحلواني و احمد ايمن، الاثنين باكين. لا انا بقول لكم احمد ايمن طبعا رحيله كان شيء جيد، قلتها من زمان جدا، لاعب لا يناسب الاسماعيلي ابدا، لاعب محدود القدرات جدا، لكن الوحيد اللي يعني اقول ايه، الخساره كبيره فعلا عمرو الحلواني، كبير في السن لكن بيدي جرينتا جدا، لاعب عنده قدرات فنيه، لاعب عنده امكانيات، ما كانش يرحل ابدا اللاعب ده بكل المقاييس. فانت جبت 3 اقل من الحلواني، يعني ال3 اللي انت جبتهم دول اقل من الحلواني، الحلواني افضل من ال3، تمام. فلو قلنا كده نقول العمليه، نقول مثلا هنا
اللي رايحين افضل او اللي مشوا افضل. تمام، تعالى بقى لو بنتكلم في منطقة الوسط عندنا، لو بنتكلم في منطقة الديفند او الدائرة بشكل عام، عندي محمد حسن مثلا، ومفيش اللي هو فقط. تمام. قصاد مين مشي من المكان ده يا جماعة؟ محمود دونجا. محمود دونجا. حد يقول حسن ياسين؟ لا، حسن ياسين مش لاعب دايرة خالص، حسن ياسين لاعب هجومي قدام الدايرة. انا ما بحبش حته 7 و8 وبتاع، لان بيعملوها بطريقه غريبه، 8 ومركز. لا لا، لو هنتكلم بالمركز صح من 11 بنتكلم في كره القدم يعني. هنلاقي اني واحد حارس المرمى، الطرف الايمن سوري القلب الدفاع الاول 2، قلب الدفاع الثاني 3، ايا كان يعني 2 و3، 4 الباك اليمين، 5 الباك الشمال، 6 الديفندر، 7 الوسط اللي معاه، الوسط اللي بيبقى في الدايره، وده بينقسم شقين زي ما قلت، اما بيكون لاعب دايره متقدم او لاعب دايره هجومي. 7 ركزوا معايا قوي. 8 اللي بيبقى قصاد الاثنين دول، الثمانية بيبقى قصاد الاثنين دول. تمام. طب فرضنا فرقه لعبت لا بواحد بس، واحد بس زي ما بيحصل في بعض المباريات، يلعب واحد بس في الدايره اللي هو بيقوم بالديفند، وفي الجانب كمان الى حد ما الهجومي، ويبقى قدامه مثلا اثنين في الحته دي. خلاص مفيش مشكله، يبقى هنا ما بنقولش بقى 7، هنا بيبقى 7 استبعد او خلاص طلع، وبيبقى الاثنين مركز 8، يعني اثنين بيلعبوا في نفس الحته قدام دايره. تمام، يبقى دول مركز 8، بس يبقى كانوا 8 و9 يعني، اللي كان بيقول تعالى له مركز 8 كان بقاش فيه 9 نقول بعد كده على طول 10، بعد كده 11. تمام، ده الصح. لكن اقول لك المهاجم الصريح 9 اللي تحته 10. طب فين 11؟ انا على فكره ما سمعتش كلمه 11 دي قبل كده، يعني ما حدش قال لي مثلا فين مركز 11. الجهابزه اللي بيتكلموا يقول لك ده مركز 5، ده مركز 7. طب فين مركز 11 يا جماعه؟ مين ال 11؟ ما سمعتهاش ابدا، عمري ما سمعتها من حد من دول اللي هم كله بيردد ورا بعضه كده بدون اي. تمام. طب مين 11؟ طب 10 عرفناه، اللي هو اتثبت بالرقم ده بسبب مارادونا، عشان مارادونا 10 اللي هو بيلعب تحت راس الحربة مباشرة او بيلعب صانع لعب. ولو اني مارادونا بيلعب في اكتر من مركز على فكرة، بيلعب قدام الدايرة المفروض، بيلعب على الاطراف، بيلعب كمان تحت راس الحربة مباشرة. فمركز 10 هنا ده مش 10 بقى، ده 10 و9 و8 وحاجات كتير. طيب 11 فين؟ ما حدش قال لنا مين 11. لا، المفروض 11 هو راس الحربة. لو اتنين مهاجمين بيتحطوا كده 10 و11 و9 يبقى تحتهم، ده المفروض. انا مش عارف يعني، ده حتى اسمها كده مركز كذا، مركز. ازاي تقلب المراكز وتعكسها يبقى اللي فوق 9 واللي تحت 10؟ طب 11 فين؟ 11 يبقى في النص؟ انا مش فاهم بصراحة. ما علينا. التسميات كله بياخد من بعضه كده بدون وعي، بدون حتى ما يمنطق الامور. يعني ابسط مثال، لان التسميات دي مش قران، يعني دي حاجه عملها بني ادم افتكسها كده فجاه فكله مشي وراه. لكن هل هي صحيحه؟ لا مش صحيحه. بابسط مثال يعني. تمام، فادي نقطه كمان. ف لو بنتكلم بقى على زي ما قلت دونجا، في مين تاني؟ محمد عادل. تمام، دونجا ومحمد عادل في منطقه الوسط. جميل، دونجا ومحمد عادل. يبقى انت جبت واحد فقط ومشيت اتنين. طيب الاتنين دول محمد عادل لا يصلح نهائيا، وكان ليه سبق خرافي في الامر ده. كان في احد المعلقين ده يشوف محمد عادل في المباراه، اللاعب الخرافي الرهيب الفظيع اللي يبقى واحد من افضل مش عارف ايه. تمام، فين محمد عادل اللي بتقول عليه ده على سبيل المثال يعني؟ فيعني طيب. وراح سيراميكا كليوباترا، يعني ما راحش لنادي بقى. وخلي بالكم سيراميكا كليوباترا الموسم ده مختلف عن الموسم اللي فات زي ما ذكرت، وكان ليا سبق خرافي لما اكدت تماما ان الصرف هيقل والجوده هتقل، واللاعبين اللي يعني اللي يبقى زي ما بيقولوا كده ايه، يتزغلل عينيهم هيقلوا في الستايل والاسامي والحاجات دي. الايام بتثبت، والموسم القادم اكتر هتشوفوا الكلام ده بعينيكم، هتشوفوا والايام بينا، وهيتحول المشروع 360 درجه. بدل ما مشروع فريق عايز يتبني بسرعه جدا، او مش يتبني، يعمل بطولات بسرعه جدا او ينافس بسرعه جدا، لما فشلت الرؤيه دي، وانا كنت اول حد اكدت على فشلها لانها اتبنت غلط، بدا ايه، لا خلينا وسط. بعد كده الوسط دي هتبدا ايه، لا طب ما تخلينا نفرغ من تحت ونجيب شباب ولاعبين ناشئين ولاعبين مغمورين. واول تعاقد على فكره، التعاقد مع احمد سامي مش لكفاءته الفنيه خالص، لان هو مدرب متوسط، يعني اقصاه فوق متوسط يعني. تمام، او جيد اقصى تقدير يعني. التعاقد معاه كان للاسباب دي، لان هو ده اهم سبب، عشان هو بيبني او ما بيهتمش قوي بحته ان لازم الفريق بتاعي يبقى مثلا في اسماء تقيله بقى، وهتقولي مش عارف لبن العصفور والكلام ده، مش موسيماني مثلا، لا. ده هو بيقول لك اشتغل بالمتاح، وفي نفس الوقت بيجيب من تحت، بيحب دايما برضه ليه حته المجد الشخصي،
ان ده اللعيب ده اللي عمله احمد سامي، اللعيب ده اللي طلعه احمد سامي، اللعيب ده اللي رجع مسيرته احمد سامي، زي ما بيتقال كده، لو ان الكلام ده مش صحيح واثبته بالادله الكامله. المهم يعني لي طب ده صح ولا غلط، هاجي لها ان شاء الله لما اجي حلقه سامي كليوباترا، وكلمت في الامر ده قبل كده كتير جدا. المهم، فبكل بساطه يبقى حضرتك سايب دونجا وجايب رجعت محمد حسن، نقول العمليه مقبوله شويه بما اني محمد عادل مش على المستوى الامثل طبعا. طيب تعالى بعد كده بقى اللي في قدام راس الحربه، تحت راس الحربه يعني، او قدام الدايره، هتلاقي اني حضرتك جبت محمد خليفه، جبت كمان مفيش يعني، ما يو النور ده، يو النور تقريبا ده موجود في الحتة دي، لاعب عادي جدا جدا جدا. رحل هتلاقي اني رحل حسن ياسين، ادي واحد. آه، شادي ماهر ده كمان. مدحت فقوسة بيلعب في الحتة دي، ثلاثة. ووجيه حتى بيلعب في الحتة دي، أربعة يا جماعة. ومع أحمد مصطفى خمسة في المكان ده، خمسة في المكان ده. لو هنتكلم عدديا أنت بتهزر، بتهزر يعني، انت فرغت المكان ده بشكل صعب قوي. انت فاضل عندك مين؟ احمد مدبولي، ممكن الشامي يلعب لك فيه طبعا، لان الشامي مميز في الحته دي، وهو ده مكانه الاساسي على فكره تحت راس الحربه او قدام الدايره، وبيديله اريحيه مش اطراف يعني. اتنين هم الاميز، هم دول اللي شايلين لك الفريق. معاهم مين؟ صالح جمعه الى حد ما زي ما قلنا، ماشي. طيب فرغت عندك لاعب رائع اسمه احمد مصطفى، اللي عامل اداء رائع جدا في سموحه، وهو اللي شايل سموحه دلوقتي على فكره، واللي توقعته برضه في سموحه هو اللي بيحصل دلوقتي، وبعد انتخاب محمد فرج عامل نفس الكلام. المهم يعني طبعا هو الاميز بكل مقاييس في الراحلين دول. معاه حسن ياسين، الاثنين دول خساره كبيره جدا جدا. حسن ياسين ده قلت لازم الصبر عليه، اديله اكتر، اصبر عليه، لاعب هيبقى مميز، مفيش سمع كلام، حاجه تجنن يعني. المهم ف حضرتك مشيت خمسة، اتنين منهم مميزين. نقول شادي ماهر اوكي مش لازم. مدحت فقوسة ده لاعب جيد على فكرة، مدحت فقوسة برضه عنده امكانيات وقدرات، وكان لازم يتم الصبر عليه، ولاعب صغير. وجيه نفس الكلام برضه، لكن يمكن وجيه خد فرص شويه، لكن الاربعه مش سيئين ابدا يعني. بتتكلم في اتنين مش سيئين، كان ممكن يفيدوك على حتى على مدى الدكه البدلاء، واتنين مهمين جدا، احمد مصطفى وحسن ياسين. تعال حضرتك جبت لاعب واحد فقط قصاد كل دول، تمام، اللي هو او جبت، لا جبت اتنين، صالح جمعه تمام، وياو النور وخليفه، ثلاثه. خليفه مش واخد، ولو اخد اوكي، لو هو خليفه الزمالك اللي انا بقول لكم عليه، ما اعرفش هو ده ولا لا، هيبقى مفيد طبعا اوكي، بس اهم حاجه يبقى في حاله بدنيه جيده. صالح جمعه نفس الكلام قلت، يعني يفيدك بالشروط، لكن انت عندك اصلا اللاعب اللي كان بيفيد يعني حسن ياسين ولا صالح. انا شايف ان حسن ياسين كان ماشي بشكل جيد بكل المقاييس، وكان جاي منه جدا حقيقي امكانيات، وما كانش عنده هفوات. صالح الوزن الزايد وحته العقليه اللي مش مركزه قوي والخروج عن النص وامور كتير، فكان ممكن جدا تستفيد بحسن ياسين. اوكي صالح ما كانش هيخسر، لكن حسن يستمر، تمام. نفس الكلام باحمد مصطفى الرائع بمعنى الكلمه، مميز جدا احمد مصطفى، فحاجه غريبه جدا. المهم يا النور لاعب عادي جدا جدا جدا، فانت حضرتك فقدت اربعه، يجي منهم جدا منهم اتنين مميزين، وجبت اتنين فقط اللي ممكن لسه بتجرب اذا كان صالح جمعه ولا احمد مصطفى ولا اسمه خليفه، تمام. تعالى حضرتك بقى لمنطقه الاطراف، ودي كارثه في حد ذاتها. هتلاقي حضرتك جبت في الاطراف الشبراوي مميز بكل المقاييس، لكن ان كان الشبراوي زي ما ذكرت بشروط فقط، هو الشبراوي فقط اللي جبته في الحته المهمه جدا دي اللي رحل منها، حدث ولا حرج بقى. اري بابل ادي واحد. عندك وجيه في كمان اعتقد صادق رحل في وسط الموسم المفروض، لكن ما حسبوش هنا، لكن اوكي خلاص، يبقى رحل اري بابل، وجبت حضرتك مكانه الشبراوي، ماشي. اري بابل عليه فتره شك، هو لاعب مميز على فكره وعنده امكانيات، لكن المشكله انه يعني اتهاجم جدا وما خدش فرصه الكافيه، وبدا بشكل جيد. وعلى فكره اسماعيلي مشهور جدا 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 باهدار الاجنحه، لو نتذكر المميز لسعد الجزيري مميز جدا واللي اهدروه بشكل غريب جدا. لو نتذكر اللاعب كمان اللي كان بيلعب تحت راس الحربه، لاعب مميز قوي اللي هو العراقي، اللي برضه مشهور بشكل غريب قوي قوي قوي،
افتكر لكم اسمه، اللاعب العراقي المميز حقيقي برضو، كان ممكن يفيد جدا. لو نتذكر رحيل كمان ايضا اللاعب تحت راس الحربه اللي هو فخر الدين من يوسف، لو يعني اكتر من اودي اري بابل كمان. فانتوا يعني حاجه غريبه جدا في منطقه الاجنحه بالذات وتحت راس الحربه. لكن انا بقول انه الشبراوي اوكي يعوض، لكن في حاله انه يكون في الجانب البدني مميز، يكون تم عمل تقرير طبي كامل ان هو اصاباته دي خلاص انتهت، ما يكونش يستمر في الاصابات، في الحاله دي يبقى زائد. انت عندك مشكله اكبر، انت رحلت عنك صادق، محمد صادق، ما بقاش عندك اجنحه اللي تفيدك يعني، او القويه. بتضطر تودي الشامي في الاجنحه، وده غلط، لان الشامي مكانه افضل، يعني بيلعب في مكان تحت راس الحربه افضل جدا، او افضل جدا. المفروض ان انت كنت حضرتك تدعم، يعني انت جبت لاعب قصاد لاعب ولاعب عليه شك في الاصابات بتاعته اللي هو الشبراوي، فكان وهو ما بيلعبش، فكان مهم جدا انت تدعم بلاعب او اتنين كمان مهمين مميزين في الاجنحه. ما عملتش ده، يعني حتى كمان زي ما بيقولوا كده ايه، زياده او اسمه ايه يا ربي، غزاره في الانتاج وسوء في التوزيع، عمال تجيب وخلاص وانت مش عارف المراكز اللي عندك اللي محتاجه ايه. وده برضه فن يا جماعه، ما ده برضه من ضمن الاستراتيجي الخاصه بالميركاتو. يعني يا جماعه الموضوع والله العظيم انتوا، احنا للاسف ماشيينه سبه، لا ماشيينه عك في عك، ماشيينه بناخد، يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحه. بناخد راي ناس يعني مش عارف. طيب نيجي لمنطقه تحت راس الحربه. لا ذكرت تحت راس الحربة خلاص، منطقة الداير قدام الداير. تمام، الهجوم بقى. الهجوم ده حدث ولا حرج، ده بقى يعني كوارث الكوارث. حضرتك جبت فراس شواط، ماشي اوكي طبعا ما فيش كلام. عبد القادر كوليبالي بس طبعا قلت مرهون بحالته الفنية والبدنية، لكن إن كان في امكانياته لا، مفيد جدا ومميز جدا. عبد القادر كوليبالي ما اظهرش اي شيء، برضه تعاقد اخر يضاف للتعاقدات الفاشلة في الاجانب بشكل عام. جبت اتنين. تمام، رحل من عند حضرتك كام؟ بنسن شولونجو، رحيل خاطئ تماما. اللاعب كان مفيد، كان مؤدي، اقل تقدير انه يكون بديل مميز، رحل بشكل غريب جدا، كان كل ما بينزل بيعمل تأثير. سايكو كوناتي، المجموعة بقى شروة التعاقدات الأجانب الفاشلة تماما الموسم اللي فات، واللي كان ليه سبق خرافي في ده. سايكو كوناتي، كارميلو أليجانزر، اللعيب اللي يعني اللي أنا أول ما شفته في الملعب قلت ده مستحيل ده يكون أرجنتيني، مستحيل. كان ليه سبق مدوي في الأمر ده. نفس الكلام دييجو فرناندو، نفس الكلام. كارميلو، أنا آسف، فرناندو، كنت أقصد فرناندو، لكن كارميلو اللي هو اللاعب البوليفي نفس الوضع برضو، كان مستوى سيء جدا. رضوان شريفي نفس الكلام، ادي رابعهم. معاهم كمان تمام. لكن الثلاثي ده اللي في الجانب الهجومي رحلوا، وحضرتك جبت مكانهم اللي هو فراس فقط قصاد بنسون وسايب. أربعة في الجانب الهجومي، أربعة رحلوا، وأنت حضرتك ما جبتش طبعا مش مع جدا التكديس في أي مكان. والجانب الهجومي بالذات قلت الكرة الحديثة أو الكرة الصحيحة، أنت أقصاك ثلاثة فقط، واحد في الملعب، واحد بديل، واحد ممكن يكون موجود ستاب يعني، أو نوع من السبير بمعنى أصح، بيكون موجود للاثنين التانيين، وممكن جدا يشارك في المباراة برضو في بعض الأوقات. يعني ثلاثة أقصى عدد مناسب، ممكن بعد كده طلع من الشباب. تمام، لكن أكتر من كده ده أوفر وإهدار وتهدير بمعنى الكلمة. طيب، لكن في نفس الوقت هنلاقي إن خط الهجوم في الإسماعيلي يمين ما فيش، يعني هتلاقي هو فقط القصة كلها قايمة على باسم مرسي وفراس شواط. فراس وباسم يعني حسب الحالة، يعني كان لازم يكون في حد تالت معاهم مميز. أنا كنت جدا مع بنسون شيلونجو يستمر، كان هيعمل فرق. لكن انا شايف كوليبالي مش مؤثر خالص، والمستوى مش على المستوى الامثل. طيب ده بكل بساطه. طيب يعني اللي انا شايفه اني بشكل عام مفيش جديد. انت رحل عدد، ما عملتش اي نوع من سد الثغرات المهمه جدا، ما عملتش اي جوده زياده، بالعكس يمكن قلت في بعض المراكز زي ما ذكرت. يعني مش ممكن، يعني مركز المهاجم على سبيل المثال الى حد ما نقول الامور هي مش فارقه كتير. نقول مركز تحت راس الحربة افتقدت لعيبة مهمة زي احمد مصطفى برضو. مركز الباك ما دعمتش جيدا، وافتقدت لاعب مهم جدا زي الحلواني، وقبله حسين السيد لو نتذكر، المميز جدا، كان مهم جدا ان انت تحتفظ. يعني تخيل كده لو الباك عندك الحلواني وحسين السيد، اقول لك ايه يعني، شوف الفرق بقى الشاسع يعني. تمام. ف دونجا يعني حته الاطراف برضو، الاطراف ما دعمتش بشكل جيد في الاجناب، الاطراف الهجوميه. لا يعني في خلل، في مشكله بكل المقاييس. يعني لو بقول لكم ميركاتو اللي جه انا بديله 5 ونص بالكتير جدا كمان. المجموعه اللي رحلت انا بديها 6 ونص. يعني انت بالعكس افتقدت لعيبه مهمه كان المفروض تستمر.
يعني لما نقول ان انت احمد مصطفى، وجيه، فقوسه 3، 3 عمرو الحلواني 4، حسن ياسين 5، اري بابل وشيلونجو ودونجا، يعني بتتكلم في 8. كان مهم او ممكن جدا يستمروا. في حين ان انت المميزين اللي انت ضميتهم فقط في راس ده بالشروط ادي 1، باسم بالشروط ادي 2، شبراوي بالشروط ادي 3، صالح جمعه بالشروط ادي 4. خليفه نفس الكلام 5 بالشروط، ومحمد حسن نسبيا يسد لك مكان مش اكتر. شفتوا الخلل عامل ازاي؟ شفتوا الخلل عامل ازاي؟ زي دي ما فيش اللاعب الخرافي المسمع يعني اللي ممكن اقول يعني لا. فميركاتو مش جيد ابدا ابدا ابدا، مش عايز اقول سيء، هقول انه سد خانه مش اكتر، عدد قصاد عدد. في نفس الوقت ما سددش الثغرات الاساسيه الموجوده، وعملت ثغرات اخرى زي ما ذكرت. عندك انت بايدك انت اللي انت مشيت لاعبين مهمين، ما جبتش مكانهم العدد الامثل، كان بالتحديد تحت راس الحربه والاطراف الهجوميه. قلب الدفاع كمان طبعا ما دعمتش بشكل جيد ابدا ابدا. يعني مشكله بمعنى الكلمه. فالاسماعيلي يعني انا بقول لا يناسبه ابدا الا حاجتين مهمين جدا 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 لازم يكونوا اساس القصه: رحيل المجلس، او سوري ابتعاد المجلس ده تماما 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 عن ملف الكوره وتعيين المنظومه اللي انا ذكرتها. رقم 2 دي اول قرار لازم يتاخده. رقم 2 تعيين حمزه الجمل والابتعاد الكامل عنه، ابتعاد الكامل عنه وتركه وعمل عقد معاه سنه ونص، سنه ونص مقابل للتجديد موافقه الطرفين لمده سنتين اخرين. هو ده الصح. استقرار اداري، استقرار فني، انا اسف. تدي فرصه او تدي خلاص وازع للجماهير وللاعب ان ده مش هيمشي تحت اي ظرف، مش هيمشي. احنا جربنا كتير جدا، ابو الهم يعني اقصد بصيغتهم يعني، هيقولوا احنا جربنا كتير جدا، عملنا هفوات كتير جدا، هدرنا اموال كتير جدا، العمليه مش في حمل ابدا لا من الجانب المادي ولا الجانب الفني للامور دي. لا يا فندم، لا الجماهير بقى معلش تاخد جنب شويه، احنا بنعمل عشان الجماهير. هو ده اللي يتقال، ده المفروض يتقال. وان جبنا لكم الافضل وكان خطا، ويعترفوا بالخطا ان احنا رحيله كان خطا وكان استمراره هو الانسب والواجب، واستمرار حمزه جمل هو الانسب والواجب بالتعاون مع اللجنه الفنيه دي. وهيبقى في تناغم، لان قلت هيبقى في صلاحيات محدده، الثلاثه او الاربعه حمزه وجهازه والثلاثه اللي انا ذكرتهم هيبقى في نوع من الاربعه جيل واحد، والاربعه كانوا بيلعبوا في نفس الفريق التاريخي الاسماعيلي، فالاربعه يبقى عندهم الرغبه الكامله، مش هيبقى في حته الانا ولا الفرديه، والاربعه عندهم كفاءات انا شايفها جدا، سواء الثلاثه اللي انا قلت اساميهم او الرابع اللي هيبقى ان شاء الله مفاجاه. فالاربعه عندهم بجد الامر ده. فزي ما بقول بكل المقاييس يجب، مهم جدا جدا، دول اول قرارين. وتعيين حمزه طبعا والاداره اول 3 قرارات: ابتعاد كامل عن ملف الكوره، تعيين اللجنه اللي انا اسف المنظومه اللي انا ذكرتها بالاسم التالت اللي انا هقوله لكم لو تم الاستعانه يعني بكلامي. رقم 3 تعيين حمزه الجمل بعقد سنه ونص لا يمس، غير قابل للاقاله. ان يا جماعه ده اللي هيفضل معانا تحت اي ظرف من الظروف، هو ده المدرب اللي هيفضل معانا، ده الافضل بكل المقاييس والايام اثبتت، وقابل للتجديد سنتين اخرين حسب التارجت وحسب الاهداف والتطور اللي هيحصل. هو ده اللي يحصل. جوانب هتبقى مميزه جدا، جوانب هتبقى معنويه ونفسيه وفنيه، هتفرق قوي قوي الفتره اللي جايه. تمام. وطبعا حد يقول لي على الجانب القماشه، لا محتاج الفريق تعديل، الفريق محتاج له 3 4 تعاقدات مميزه، اسماء محدده ممكن اقولها لكم بالتفصيل في الميركاتو الشتوي، ممكن جدا الاسماعيلي يستعين بيها وياخدها ويفيدوه جدا 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 وبكل بساطه، والانديه بتاعتهم تتخلى عنهم بسهوله. ده بقى فن زي ما بيقولوا، ازاي اقول لكم الاسماء اللي تفيد قوي ومش هيكون في صعوبه في التعاقد معاها، مش اعارات زي ما ذكرت، او لو اعارات يبقى سنه ونص مش اقل من كده. يعني ميركاتو شتوي يبقى اللاعب ده يجي سنه ونص وغير قابل لانه يرحل، يعني ما فيش حاجه اسمها فسخ العقد او فك الاعاره والكلام الفارغ ده. تمام. وقلت قبل كده الامر ده. فالاصح هقول لكم 3 اسماء بالتحديد او 4 اقصى تقدير هيفرقوا فرق شاسع في الاسماعيلي بوجود، بس مهم ده يحصل بعد ال3 حاجات اللي انا ذكرتهم دول، مفيش غيرهم اللي ينتشلوا الاسماعيلي من مشاكله اللي بقى لها سنين وهتستمر بنفس الكيفيه. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. خلوا بالكم النقطه دي مهمه جدا، والتغيير هنا زي ما قلت لازم يحصل باللي انا قلت عليه. وطبعا الحمد لله احمد ربنا وشكر فضله، من 2015 الروشتات اللي انا عملتها للاسماعيلي زي ما ذكرت ان كانت اتنفذت الاسماعيلي ده كان يبقى المفروض في حته تانية تماما من كل النواحي، من كل النواحي.
بالمناسبة مش هندهش على فكرة يا جماعة، مش هندهش لما مصر يبدأ أول مباراتين ثلاثة هتلاقوا لأ في أداء فني، إيه ده يا عم ده والجرينتا الفظيعة دي، ده طبيعي. هو ده حسام حسن. حسام حسن ما بيعملش غير إن هو أول مباراتين ثلاثة كده بيدي حالة حماس خرافية فظيعة رهيبة. حماس، ها، مش فنية، تفرق كتير جدا. هو رأس ماله الوحيد هو الجانب الحماسي والتحفيزي فقط، وليه أساليب فيه. تمام. الاساليب دي بتبقى خاطئه لانها بتيجي بشكل مردود سلبي بعد كده، لان التحفيز اولا بياخد كل ما في جعبه الفرق بتاعته في اول ما بيبدا معاها، وده برضو عن جهل طبعا في الاسلوب، حتى في اتباع الاسلوب الحماسي والاسلوب التحفيزي اللي هو لازم يجي بشكل تدريجي صحيح. والبدني كمان، لان ده بيستنفذ جانب بدني رهيب من الفرق اللي بيدربها، عشان كده بتهبط جدا مستواها بعد كده. تمام. فبيدي مردود للناس الجهله واللي مش فاهمه حاجه والبره القصه خالص، ان لا ده اللي جاي بقى يا عمل ده اول 3 4 مباريات يعني حاجه خرافيه، يا شفت مش عارف ايه، بص بيهاجم ازاي. هي خطته واحده ما فيش غيرها، خطه فنيه، الهجوم من الامام، الضغط من الامام، وبيستنفذ تماما قدرات وامكانيات والنواحي البدنيه اللي لعبته، عشان بس يعمل كده زي ايه بدايه تلم يعني تسمع. لان حسام حسن يا جماعه قلتها 500 مليون مره، بيهتم جدا بالجانب الشخصي والمجد الشخصي اكتر بكتير جدا من الجوانب الجماعيه او الجوانب الخاصه بالنادي. هو بيهتم قوي حسام حسن حسام حسن حسام حسن، لكن ما يهتمش النادي ايه. ودي قلتها كتير جدا قبل كده، ودي من احد الافوات الكبيره جدا في اختيار مدرب زي حسام حسن، اللي هو بيهتم بالجانب الشخصي والامور الشخصيه اكتر بكتير جدا من الجانب الخاص بالنادي. تمام. فبيعمل مجد شخصي دي، ده اهم بالنسبه له جدا، زي احمد حسام وزي قلت كم مدرب كده. فمش هندهش ابدا ان اول 3 4 مباريات نشوف بقى جرينتا رهيبه ونشوف ممكن نتائج تتحسن، لكن بعد كده انتظروا هيبقى كيرف كارثي، لان طبعا استنفذ اكتر كمان الجانب الفني والبدني وعمل صدامات، هيبدا يعمل صدامات مع بعض اللاعبين. هنشوف يعني على نص الموسم كده بالكتير على الميركاتو هنبدا نشوف 3 4 5 لاعبين يقول لك احنا عايزين نمشي، يعني ما كرهنا نفسنا منه يعني. فهنشوف ايه الامور يعني ايام هتثبت كلامي للمره الكام دي المره الكام، المره ال20 بالنسبه لحسام حسن يعني. طيب فده امر يعني نقطه مهمه جدا وحلقه مهمه جدا للاسماعيلي، وانتظروا بقى الحلقه القادمه للاتحاد ان شاء الله، وحلقات مدويه واعجازيه، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات القادمه.